حطي الرنجة في المية المغلية ومش هتندمي ابدا، والصغير والكبير هياكلها زي ما انتوا كده شايفين يا حبايب قلبي. عملت النهارده قطعة حلوة كده من الرنجة، معايا طماطمايه بصلايه، قرن فلفل حراق او قرن فلفل رومي، وقطعيهم تقطعات كبيرة زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، زي ما انت شايفة التقطعات بتاعتنا. ومن هنا بقى بقول لكم ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كده الخضار بتاعنا جاهز زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، واجيب اي حاجه بتتحط على النار اضيف فيها الخضار مع اضافه كوبايه ميه صغيره وملح وفلفل وملح وكمون وشويه كزبره ناشفه خلاص. ودي قوالب التشيز كيك كده انا ممكن احط فيها الوصفه بتاعتي وزي ما انتم شايفين كده. انا هحطها في الميه المغليه، هجيبها بس كده واقصها من الراس والديل، واقصها من الظهر، وابدا كده اشيل القشره بتطلع معايا بكل سهوله. حابه لغايه هنا بس كده تنضفي الرنجه بتاعتك تتنضف معاكي كده بكل سهوله. بس النهارده وصفتنا خطيره. شلت السلسله كده بقى وهنضف البطن كده باي منديل زي ما انتم شايفين. ومعانا في الرنجايه الحلوه دي البطروخ بتاعها كده زي ما انتم شايفين. ومسحت بقى القطاعه بتاعتي، وتعالي قطعيها بقى مكعبات كبيره شويه. شايفين كده حبايب قلبي؟ لغايه هنا ما تنسوش تتابعوا لايك ومتابعه عشان يوصلكوا كل جديد. معلقه من الخل ومعلقه من الزيت على الخلطه بتاعتنا دي، وهي لسه ما غليتش معانا كده. هنزل عليها بالرنجه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. اللون معايا فاتح فهعززها بلون طعام احمر. حطي بس كده نقطتين. ومعايا معلقه من الجيلاتين متدوبه في نص كوبايه من الميه المغليه، وهديهم بس غلوة واحدة على النار. انا مش عايزة الرنجة بتاعتي تستوي ولا الخضار، انا عايزة اقطع القطعة البيف بتاعتي يكون فيها كده قرمشة. حباه يكون سادة زي البيف العادي، بيف اللحوم، اضربيه بقى في الخلاط، اضربيه بالهاند بلندر، وخدي النتيجة اللي انت عايزاها. انا عايزة الخضار بتاعنا مقرمش خلاص، غلي كده بالشكل ده كده. اول بس ما ياخد كل الجوانب تغلي مع بعضيها، هروح شايلاه بقى وجايبة بقى اي قالب عندي. انا كنت جايبة قوالب الشيز كيك عشان بتتقلب معايا بسهولة، او اي طبق. اجيب بقى كيس الطعام بتاعنا ده وادهنه بفرشه من الزيت زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الطبق بتاعي ده بيقلب على شكل قالب كده. هفضي بس السوائل الاول وانزل بقى بالخضار والقطع الرنجه كده، اوزعها في قلب الطبق واحطها ربع ساعه في الفريزر، وربع ساعه في على رف التلاجة خلاص. وهنا كمان قوالب الشيز كيك بكل سهوله هتطلع معانا بالشكل ده كده. وتعالوا بقى اتفرجوا على جمالها بعد ما طلعت من التلاجة. شايفين؟ هقلب كده بكل سهوله، الطبق بتاعنا هيطلع معانا احلى بيف رنجة ممكن تاكليها في حياتك. شايفين؟ بس انا عايزه اوريكم الحشوه من جوه بتبقى عامله ازاي. شايفين انتوا الحشوه اللي جوه البيف الرنجة بتبقى طالعه بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم خطيره. يلا نقلب بقى قطعه الشيز كيك. معانا بصل متبلينه بالملح والخل، وهنقلب القطعه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، مع تزويق بقى بقرن فلفل حراق او قرن فلفل رومي. وتعالوا بقى اتفضلوا معايا. انا النهارده عازماكم معايا على الغدا، اكله سريعه ما بتاخدش اي حاجه. العيش البلدي بتاعنا وشويه الشاي جاهزين جنبينا، وتفضلوا معانا. بامانه انا استحق لايك على الفيديو ده ولا لا؟ عايزاكم تدعموني يا جماعه، لان الفيديو انا بعمله وغيري بياخدوا بيترفع عندهم واحنا واقفين محلك سر. وتفضلوا معايا يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم اكله لذيذه وسهله وخفيفه، ب 30 جنيه جبت رنجايه غديت بيها العيله. واشوفكم على خير يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله.